ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. عادل طليقة إبراهيم سعيد تخرج في فيديو تنفعل بعد فيديو إبراهيم سعيد واتهام لها ولبناته بالشهادة الزور. طليقة إبراهيم سعيد داليا بدر وقالت أنها من الممكن أن تقوم بعمل فيديو كما فعل إبراهيم سعيد وتروي الكثير من التفاصيل والأحداث التي كان يقوم بها الأخير في حقها وحق بناته. ويذكر أن الكابتن ظهر في فيديو على قناته إليه وتنويل، وأكد أن بناته شهدن زور في حقه وتسببوا في حبسه، وكان يبكي بشكل مؤثر ويقول إنه لم يقصر مع أي منهن. وتحدثت مؤخرا طليقة إبراهيم سعيد. طليقة إبراهيم سعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج علامة الاستفهام تحدثت طليقة إبراهيم سعيد وقالت أن كلام إبراهيم سعيد في الفيديو الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وكان أن فقيه حالة صحة كلامه. أين الفيلا التي تحدث عنها وأين العقد الذي يثبت صحة كلامه؟ تصريحات طليقة إبراهيم سعيد. أكدت طليقة إبراهيم سعيد أنه لم يدفع مصروفات المدارس والكليات، وكل ما حدث الفترة الأخيرة كانت تطالب فيه بحق بناته من إبراهيم سعيد ليس إلا. وقالت أنه يتباكى في الفيديو من أجل إثارة التعاطف. إبراهيم سعيد في تصريحات إبراهيم سعيد في الفيديو الذي تحدث فيه عن طليقته وعن بناته، أن قال أنه كان يرسل مصروفات شهرية لبناته وحتى لأم طليقته، وكان يدفع ثمن علاجها، وأن ما فعلته بناته جعله يشعر بالكسرة، خاصة بعد أن قضى 4 أشهر في محبسه دوخر بعد الاستئناف. وجدير بالذكر أنه تحدث عن معاناته في ظل الحبس وعدم قدرته على التواصل مع والدته التي كانت في حالة قهر. قضية طليقة إبراهيم سعيد. أكدت طليقة إبراهيم سعيد أنها تريد فقط حق بنتها، وطالبت والمتابعين لقضية أن لا يصدقون أي شخص من الطرفين إلا ومعه الإثباتات والأوراق الرسمية التي تثبت صحة حديثه. كسب التعاطف. قالت طليقة إبراهيم سعيد أن كابتن الأهلي والزمالك السابق كل ما يحاول أن يفعله من خلال بث فيديوهاته الحالية من أجل إثارة التعاطف وكسب المشاهدات. وأكدت أنها لا تريد أن يتضرر، ولكنها في نفس الوقت تريد حقوق بناتها ليس إلا. ويذكر أن أغلب زيجات إبراهيم سعيد انتهت بالطلاق والأزمة الكبيرة والخروج في الإعلام من أجل عرض مشاكلهم الشخصية. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.